السلام عليكم. هنتكلم سريعا عن مسلسل مملكة الخواتم، المسلسل الإذاعي اللي أنا تشرفت اللي أنا أكتبه يعني، وهو إخراج المخرج الجميل كريم الحسيني. وأنا بعمل الفيديو ده وبمناسبة إن الإعلان نزل امبارح، والحقيقة أنا مبسوط جدا من الإعلان إن هو نزل امبارح، ومبسوط جدا إن الفنانة الكبيرة نورهان شاركت فيه. طبعا يعني دورها في سوق العصر اللي هو اول دور ليها كنجمه وكبطله قدام منصور المغازي دوت، يعني من احلى الادوار واحلى الذكريات اللي الواحد بيحبها. والمسلسل دوت مهما الواحد شافه ما بيزهقش منه. يعني المسلسل طبعا يعني سوق العصر فيه نجوم كبار: محمود ياسين، احمد عبد العزيز، كمال ابو ريا، هم عيلة المغازية اللي هو كان مش فاكر سيد المغازي اللي هو كان كمال ابو ريا، وكمال واحمد عبد العزيز منصور المغازي. وكان معاهم محمد ريحان كان عامل دور رهيب. الممثل ده ناس مش فاكراه، وكان بيطلع دايما في دور الجد او دور الاب حاجه. كان ممثل رائع يعني. طبعا محمد ريحان اللي هو كان شايل السيوف تحت المغازيه اللي جم في الاول. وكان في برضه ممثل برضه مش معروف قوي، او الناس مش مشهور قوي، بس هو كان ممثل عظيم طبعا يعني، فايق عزب. وفايق عزب ممثل شارك في فيلم المهاجر كصوت مكان الممثل الفرنساوي اللي هو كان عامله، مش فاكر اسمه بقى، الممثل الفرنساوي العظيم ده، عشان انا عارفه بس مش عارف افتكر اسمه حاليا. طبعا كان عامل دوره فايق عزب، كان عامل صوته، وكان عامل طبعا دوره في سوق العصر. عمل في الاخر تقريبا الفيلم بتاع غبي منه فيه، كان طالع تقريبا ابو هاني رمزي. وكان طالع في الفيلم اللي هو بتاع في محطة مصر ابو كريم عبد العزيز. كان ممثل مميز جدا، وتقريبا هو كمان كان عايش في اسماعيلية. وفي اخر ايام الله يرحمه شفنا له فيديوهات وهو بيرقص سمسمية. فممثل من الناس اللي مش واخده حقها في الشهرة يعني، مع انه كان يستحق مساحة اكبر كده يعني كان ممثل عنده امكانيات كبيرة جدا. ودوره في كبير المغازية كان طبعا معاه طبعا اخوه هادي الجيار اللي كان عايز ياخد المنصب كبير المغازية بعديه. كان دور كبير يعني، كان دور مهم جدا ودور مؤثر وليه كاريزما وحضور على الشاشة رهيبة رهيبة. سوق العصر مهما اتكلمت عنه من المسلسلات، بصوا يعني مسلسل بحبه عشان الطفولة، مش يعني. اما لو طلعت فيه اخطاء وعيوب ممكن نلاقي، بس هو بالنسبه لي انا مسلسل ما فيهوش اي اخطاء. كل الادوار معموله حلو جدا. انا حبيت كمال ابو ريا في المسلسل دوت، حبيت احمد عبد العزيز في المسلسل دوت، حبيت فايق عزب. حتى الادوار الصغيره فادية عبد الغني كانت عامله دور رائع. كل النجوم اللي شاركوا في سوق العصر، وهو بطوله جماعيه، بمعنى بطوله جماعيه. محمود ياسين مثلا عامل دور محوري جدا، بس مش هتلاقيه مثلا في كل المشاهد. ده انت ممكن تلاقي حلقه يظهر فيها 3 مشاهد 4 مشاهد. وده بقى هنا عبقريه الممثل، ان هو عارف انا بقدم دور، مش بقدم من الجلده للجلده. واخدين بالكم يا ممثلين رمضان اللي انتوا اكيد طبعا كل ممثل طالع من الجلده للجلده. ما طبعا احنا مش هنلاقي حد طبعا يعني في الاجيال الجديده دي بعبقريه واحد زي محمود ياسين. يعني محمود ياسين في سوق العصر مقدم دور شرير، مع انه ملامحه تديله الطيبه، دور قاسي، دور الناس تكرهه. الناس كانت بتكره محمود ياسين في الدور ده كره فظيع. دور حلمي حلمي عسكر. نرجع تاني بقى لمملكة الخواتم، عشان تقريبا احنا كده قعدنا نتفرع وندخل في طرق واحداث جانبيه كتيره. والحقيقه انا بحب ادخل في احداث جانبيه كتيره وكلام فرعي. المسلسل طبعا انا انبسطت جدا بمشاركه نورهان اللي شاركت في سوق العصر، وهي فنانه عظيمه جدا وجميله جدا وانا بحبها. وسعدت ان هي قالت كلامي. دي بقى حاجه من حاجات المؤلف، ان المؤلف بقى بيبقى عنده سعاده ما بيشوف الرؤيه او الكلام اللي هو كاتبه بيتنفذ. دي سعاده لا توازيها سعاده. مش بحب اشوف اعمالي قوي عشان اكون صريح معاكم، بس تخاطيف كده، لان طبعا يعني بتبقى صعبه جدا ان انت كاتب حاجه وانت تشوفها بتبقى مش تجربه حلوه، بتبقى قاسيه جدا.
لانك انت بقى بتقعد تقول كنت ممكن اعمل دوت احسن من كده، وكنت ممكن اغير ديت، وممكن اطور ديت، تقعد تاكل في نفسك. فبلاش يعني. انا بتجنب اللي انا اشوف اعمالي بشكل كامل بصراحه. ممكن اشوفها بعد ايه، يعني مش في وقت عرضها، عشان ايه؟ بعد عرضها مثلا، بعد عرضها بشويه كده ممكن اشوفها اكون انفصلت عنها انفصال كامل يعني. بس بشكر طبعا المخرج الكبير كريم الحسيني، وهو مخرج عظيم جدا وجميل جدا وعلامه بارزه في الدراما الاذاعيه والتمثيل المصري طبعا، من اول مشارك في فيلم شمس الزناتي وفيلم المولد. فيلم المولد ما اتخطف طبعا، طلع عينينا في جيلنا واحنا صغير، الخطف بتاع كريم ده. الامهات كلها عملت علينا حظر بسببه، ما اتخطف في فيلم المولد ده. ما كان ما بعد كده ما بيكبر بيطلع مع عادل امام، وبعد كده موت محمود الجندي في شمس الزناتي، ودوره في الجراج ما كان بيغلس على الحبيبه مع فاروق فيشاوي. لا كريم ممثل ليه تاريخ يعني، ليه تاريخ جميل وهو طفل وهو كبير كمان، وليه تجارب بطولة كويسة جدا. واظن ان هو كمخرج اذاعي، فهو مخرج فرض نفسه بشكل كبير جدا خلال العشر سنين الاخيرة، لان مفيش سنة ليه بتمر رمضان ملوش مسلسل واثنين وثلاثة في رمضان في الراديو كمخرج. فهو بقى مخرج، ومخرج مطلوب. اظن السنه دي كمان نازل له مسلسل مملكه الخواتم معايا طبعا، ونازل له مسلسلين تاني، مسلسل اعمال سودة، ده مسلسل رعب، اللهم حفيظ يعني ربنا يحفظنا. ومنزل مسلسل كوميدي مع اطفال وكده، واظن ان هو برده تجربه هتبقى حلوه يعني. بس ومنزل بقى انا معايا مسلسل في اذاعه حلم، غير اذاعه مسلسل عن اسمه خطوه نور. ده مسلسل قصير 8 حلقات، وكل الابطال اللي فيه مع من اصحاب الهمم والابطال الخارقين، والحقيقه كانت يعني فرصه كبيره جدا. هو مسلسل برضو، المسلسل بتاع خطوه نور ده بقى مسلسل مزيكا يعني، في اغاني بقى كتير وكده. ف انا كاتب المسلسل، وفي كاتب عظيم كاتب الاغاني تقريبا، الكاتب الكبير اللي هو شارك استاذ كريم في اعمال كتير، اللي هو الكاتب الاستاذ محمود ابو زيد. وطبعا يعني انا ما بعرفش اكتب اغاني، فاللي هو انقذ المسلسل بالاغاني الجميله اللي هو عملها. بس ومسلسل انا سعيد، واتمنى ان انتم تتابعوا مملكه الخواتم في رمضان، هينزل على راديو التسعينات. هو 30 حلقه، الحلقه في حدود تقريبا يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه تقريبا يعني. انا كاتب كده، ما اعرفش هم عملوا ايه. والحلقه هتلاقوا فيها احداث كتيره جدا، احداث تاريخيه كتيره جدا هتتعرفوا عليها لاول مره. لان طبعا يعني المسلسل بيدور في لعبه، واللعبه دي انت بتدخل في مغامرات تاريخيه، محاوله تغيير التاريخ، ومش تغيير التاريخ يعني، اللي انت اول حاجه اللي احنا نتعرف على التاريخ ونعرف الابطال دول عملوا كده ليه، ويحاول البطل ان هو يطور او يغير او يشوف. بس هو مش في نطاق التاريخ نفسه، هو في نطاق لعبه على الجيم، لعبه على الكمبيوتر يعني. هو ما بيروحش التاريخ فعلا يعني، الشخصيات اللي هو بيلعب معاها دي شخصيات تاريخيه معموله بالذكاء الاصطناعي يعني، فاهمين يعني؟ هو في جيم وبيحطه في الاحداث التاريخيه اللي هي اتحطت، اللي حصلت بجد، وبيشوف هو كشخص هيعمل ايه. المفروض دي لعبه هو مصممها على الكمبيوتر يعني. اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى ان انتوا مسلسل يكون فيه استفاده كبيره للمشاهدين او المستمعين. واتمنى ان هو في يوم من الايام المجهود الكبير اللي اتعمل في المسلسل دوت، لان مسلسل مملكه الخواتم اتعمل فيه مجهود كبير جدا 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 في الكتابه. يعني انا تعبت جدا، وكنت يعني انا كنت مقدم في الاول 6 حلقات الاستاذ كريم، بعد كده قال لي احنا هندخل نسجل المسلسل تمام بعد 3 شهور. 3 شهور ما ردش عليا، ف... فكمل لي بقيه الحلقات. فعشان اكمل بقيه الحلقات قعدت اقرا الحلقات اللي انا كتبتها، حاولت اكتب حلقات الجديده. فعشان انت بتبقى تكون فصلت ذهنيا عن الاحداث، فاللي انت تدخل تاني بقى الاحداث والقصه ومين الشخصيات ومين الابطال. الموضوع كان معقد
جدا عليا نفسيا. حاولت كتير ان انا يعني تعبت في ان انا ارجع تاني الاحداث، وبعد كده كتبت ال 14 حلقه، وبعد كده راح قال لي لا طب احنا هنكمله بقى ايه 30. كملت ال 10 حلقات الاخيره بقى 30 حلقه. ومسلسل بيسمح بوجود اجزاء تانية، واتمنى ان هو يتحول لحاجه كرتون او 3 دي، لان هو فيه معلومات كتيره جدا جدا للاطفال والمراهقين. واتمنى ان هو يعجبكم جدا يعني، واتمنى ان هو المسلسل نفسه كماده صوتيه يتحول زي ما قلت لكم 3 دي. هيكون مفيد جدا وهيكون ناجح جدا. شكرا.